STAR، احسن طريقه تدي بيها فيدباك لحد من غير ما يزعل منك. مساء الفل. واحده من الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها واحنا بنشتغل مع الفريق بتاعنا هي ان احنا نديهم فيدباك بشكل متواصل. فكره الفيدباك هو اننا بنعبر عن راينا في موقف حصل معانا او حصل قدامنا لواحد من فريق العمل بتاعنا. عشان كده مهم ان يكون عندنا طريقه نعمل بيها الفيدباك ده من غير ما نجرح حد او ندخل الموضوع في جدال، وفي الحالتين مش هنوصل للنتيجه اللي احنا عايزين نطلع بيها. عشان كده عملنا حلقه النهارده. في موديل مشهور جدا في الفيدباك اسمه ستار تكنيك. في الموديل ده بناخد اول كلمتين مع بعض، الاس والتي. الاس اختصار سيتويشن والتي اختصار التاسك، وهنا مهم ان احنا نتكلم عن الموقف اللي حصل بالتفاصيل بتاعته. بعد كده بنتكلم عن الايه وهو الاكشن، ونبدا هنا نتكلم عن الاكشن اللي عمله الشخص اللي قدامك قد ايه ما كانش مناسب للموقف. اخر حاجه الريزلت، وهنا بنشرح النتيجه اللي احنا طلعنا بيها بسبب التصرف ده. وبعدين نبدا نقترح الحلول عن طريق ان احنا ندي alternative action، وهنا بنقول ايه اللي ممكن يحصل مختلف وايه اللي ممكن يغير الموقف ده. اخر حاجه الالترناتيف ريزلتس، نشارك مع اللي بنتكلم معاه عن ازاي الاكشن لما يبقى مختلف هيوصل لنتيجه احسن. في كل الاحوال محتاجين ناخد بالنا واحنا بندي الفيدباك عشان الموضوع ما يتاخدش بشكل شخصي، وان احنا دايما لازم نبص ان احنا بندي الموضوع بشكل ايجابي، لان اكيد الشخص اللي عمل حاجه غلط اكيد كان عنده حاجات تانية كويسه هو عملها، وده اللي يهمنا في الاخر ان الشخص اللي قدامنا يكون عارف الحاجه الغلط اللي اتعملت وازاي يصلحها. ونشوفكم الحلقه الجايه.